إبستين ومن حوله أولئك الذين يطلقون على أنفسهم النخبة كانوا يفعلون شيئا لا يتوقعه أحد. كانوا يعرضون على شاشاتهم مقاطع الطواف حول الكعبة. نعم، الطواف تحديدا. كانوا يجلسون أمام الشاشة يراقبون هذا الحشد البشري الهائل بدهشة صامتة. يرون الملايين يتحركون حول نقطة واحدة بانسجام تام وبوعي جمعي وبولاء مطلق، وكأنهم جيوش من دول مختلفة قرروا أن يتحالفوا معا روحيا. وهذا المشهد بهذا الشكل وهذا الاتساق لا يتكرر في أي مكان آخر على وجه الأرض. وطبعا هم يعرفون جيدا أن المسلمون ليسوا قليلا، يقدر عددهم بنحو 2.5 مليار، أي ما يقارب 30% من سكان الكوكب، ومع ذلك يتحركون بهذا الشكل حول نقطة واحدة. هذا المشهد تحديدا كان يؤرقهم، لأن إبستين ومن حوله لم ينظروا إلى الكعبة باعتبارها مبنى دينيا، بل رأوا فيها ثقبا أسود يمتص طاقة الملايين وولاءهم بطريقة لا تستطيع أي قوة في العالم منافستها. وانبهارهم بالطواف لم يكن إعجابا بالإيمان، بل حسدا جيوسياسيا، بل غيرة صريحة من قوة هذا المشهد وتأثيره. وهكذا بدأت فكرتهم، فكرة لا يمكن وصفها إلا بأنها فكرة شيطانية بامتياز. لماذا تتجه هذه العقول وهذه القلوب إلى مكة؟ لماذا يبقى المركز هناك؟ لماذا لا يمكن نقل هذه الجاذبية إلى أرض أخرى؟ أرض نملك السيطرة عليها؟ كانوا يعتقدون أن القوة الروحية النفسية التي تجذب الملايين يمكن نسخها إذا عرفوا سرها. وكانت خطتهم تقوم على محاولة نسخ هذه القوة الجاذبة ونقلها إلى الولايات المتحدة لإنشاء مركز جديد يخضع تماما لمنظومتهم. أما إبستين نفسه فبعقليته التي تختزل البشر في مفاهيم السيطرة كان ينظر إلى الطواف باعتباره أرقى أشكال الانقياد الجماعي، وكان يقول لمن حوله في الجلسات السرية: انظروا إلى هؤلاء الملايين، إنهم يتحركون كجسد واحد، ولو تغير موقع هذه النقطة مهما كانت بعيدة لذهبوا إليها. وبالنسبة لهم كان هذا النموذج هو القوة العليا التي يريدون فهمها، تقليدها، والسيطرة على تأثيرها. كانوا يريدون للولايات المتحدة أن تصبح الأرض المقدسة الوحيدة في العالم من حيث الجاذبية الفكرية والاقتصادية والاجتماعية، حيث ينقل إليها كل شيء: الذهب، العقول، وحتى الأسرار التي لا تشترى بالمال. ولكن قبل أن يقفز العقل إلى أي استنتاج خاطئ، هناك حقيقة لا بد أن تقال بصوت واضح: إنه من المستحيل، بل من رابع المستحيلات، أن تكون أي قطعة من كسوة الكعبة قد خرجت من المملكة العربية السعودية أو من سدنة الحرم كهدية لإبستين، لأن هذه الكسوة ليست قماشا وليست أثرا يمكن تبادله، بل أمانة كونية مقدسة لا يمكن التفريط بها لأي شخص. فما بالك برجل مثل إبستين تحيط به الفضائح والانتهاكات من كل جانب؟ وجود هذه القطعة في ممتلكاته لا يعني أبدا أنها خرجت بشكل رسمي، بل يفتح بابا كبيرا للسؤال: كيف وصلت إذن؟ وماذا كان يريد إبستين بها؟ حين سألت نفسي كيف وصلت هذه القطعة إلى إبستين، وجدت أن الإجابة ليست بسيطة ولا يمكن التعامل معها بسطحية. وأقول لك شيئا بصراحة: صحيح أنني لست مسلما، لكنني تحدثت مع علماء وباحثين وأشخاص عاشوا في مكة، واكتشفت شيئا واحدا: هذا الموضوع بالنسبة لهم خط أحمر، ليس رمزا عاديا ولا قطعة قماش يمكن المتاجرة بها، بل إن قدسيتها وصلت بي إلى حد أنني فكرت جديا في زيارة مكة يوما ما لأرى بنفسي كيف يجتمع الملايين من خلفيات مختلفة، وكيف يقفون في مكان واحد بلا طبقات، بلا ألقاب، وبلا امتيازات. لهذا أقول لك بأمانة: أنا شخصيا أستبعد تماما، بل أستبعد بنسبة تقارب الاستحالة أن تكون هذه القطعة قد وصلت إلى إبستين كهدية، فهذا لا ينسجم لا مع العقيدة ولا مع التاريخ ولا مع الحس العام. لكن لو افترضنا نظريا، فقط افتراض، أن القطعة جاءت عبر طريق طويل قبل عشرات السنين، فهناك سيناريو معروف لدى المؤرخين: الكسوة تستبدل كل عام، والقطع القديمة كانت تقسم تاريخيا إلى أجزاء صغيرة وتهدى لبعض القادة أو العلماء أو الشخصيات الرفيعة، وذلك قبل أن تصبح القوانين الصارمة كما هي الآن. ومع مرور السنين انتقلت هذه القطع من شخص لآخر،
من وريث إلى وريث، حتى وصلت في بعض الحالات إلى أناس لا يدركون قيمتها الدينية ولا رمزيتها. وعندما تضيع القيمة يدخل الشيء تلقائيا إلى عالم المقتنيات الخاصة، إلى المزادات المغلقة، إلى السوق السوداء الراقية التي يعمل فيها تجار لا يظهرون في العلن. وهنا فقط يصبح وصولها إلى رجل مثل إبستين احتمالا منطقيا، لأن إبستين لم يكن مجرد مليونير، كان شخصية لديها وصول مباشر إلى طبقة من تجار التحف لا يتعامل معهم إلا المهووسون بالنوادر، وكان لديه شغف واضح بكل ما هو نادر، ممنوع وغير متاح. يعني وجود قطعة كهذه عنده لا يعني أنها جاءت من مصدر رسمي، بل يعني أنه اشترى شيئا لا يجب أن يكون معروضا للبيع أصلا. لكن هناك احتمال آخر لا يقل قوة، أن القطعة ليست أصلية بالكامل، بل نسخة مطابقة بدرجة يصعب تمييزها، والدليل على ذلك هو ما عثر عليه في ملفاته: رسائل بريدية بينه وبين أطراف فنية وتقنية، كان يسأل فيها عن تفاصيل دقيقة في تصميم الكسوة، نوع الخيوط، نسب الذهب، وصور عالية الدقة لأجزاء محددة. هذه ليست أسئلة رجل يبحث عن أثر ديني، هذه أسئلة شخص يريد إعادة إنتاج شكل رمزي، قطعة فاخرة تبدو حقيقية، يضعها في إطار أو صندوق زجاجي أمام ضيوفه ليقول لهم: انظروا، حتى هذا أستطيع الحصول عليه. وبصراحة هذا السيناريو هو الأكثر اتساقا مع شخصية إبستين، رجل يحب إظهار النفوذ، يحب اللعب بالرموز، يحب أن يضع بين يديه أشياء لا يجب أن تكون معه، فقط ليقول: أنا فوق القواعد. ولهذا عندما ظهرت الصورة كانت تشير إلى هوس رجل أراد أن يبرهن لضيوفه أنه يستطيع الوصول إلى ما يعتبره العالم خارج المتناول. وهذه القطعة، سواء كانت أصلية أو نسخة متقنة، كانت بالنسبة له دليل قوة ولا شيء أكثر. هو لم يكن هاوي تحف، يعني لم يكن يشتري القطعة النادرة ليضعها على الرف وينظر إليها قبل النوم. لا، إبستين كان مهندس نفوذ في عالمه القذر. كل قطعة في منزله لم تكن زينة، بل كانت سلاحا نفسيا، رسالة مشفرة يزرعها في رأس ضيوفه دون أن ينطق بكلمة واحدة. إبستين لم يكن يقول: انظروا ماذا أملك، بل كان يقول: أنا أصل إلى ما تعجز عنه الجيوش، أنا أمتلك ما لا تجرؤ الدول على لمسه. وهذه القطعة تحديدا كانت جزءا من هذا النظام النفسي، فهي ليست القطعة الدينية الوحيدة التي امتلكها. كان لديه مقتنيات من كل الأديان، من كل الحضارات، ومن دول يعرف الجميع أنها مستحيل أن تفرط في رموزها. لم يكن يجمعها بدافع الإعجاب، بل بدافع الإخضاع، أن تضع أمام ضيفك شيئا لا ينبغي أن يكون في حوزتك، فتجعله يدرك في ثوان حجم الفجوة بين ما يستطيع هو وما تستطيع أنت. لهذا السبب بالذات لم يخفها في غرفة مظلمة، بل وضعها في غرفة الاجتماعات، المكان الذي يجلس فيه مع الأشخاص الذين يريد أن يكسر كبرياءهم بسرعة. كان يتعمد أن تكون القطعة على بعد خطوات في متناول نظره ونظرهم، دون أن يشرح ودون أن يبرر، لأن الصمت في هذه اللحظة كان جزءا من الرسالة. أنت لا تحتاج أن تقول شيئا حين تضع أمام ضيفك شيئا يعلم يقينا أنه لا يجب أن يكون عندك أنت تحديدا. لكن لماذا اختفت الصورة من ملفات التحقيق الرسمية، رغم أنها كانت واحدة من أكثر الصور تداولا في ساعاتها الأولى؟ البعض ادعى أن إخفاء الصورة سببه كان حساسيتها الدينية، وهذا غير صحيح على الإطلاق، فالدين في هذه القصة كان الطرف الوحيد الطاهر الذي لم يمس بسوء، ولم يكن وجود القطعة إهانة للإيمان بقدر ما كان إهانة لأولئك الذين رأوها أمامهم وسكتوا. الصورة لم تخفى لأنها تسيء للمقدس، بل لأنها تدين الطبقة التي كانت تجلس مع إبستين، وترى بين يديه شيئا تعرف أنه يجب ألا يكون هناك، ومع ذلك تلتزم الصمت. الحقيقة أن الصورة لم تفضح مصدر القطعة فحسب، بل كشفت شيئا أكبر بكثير. كشفت أن هناك ضيوفا كبارا، أشخاصا نافذين، شخصيات تعمل في أعلى المستويات السياسية والاقتصادية، دخلوا تلك الغرفة، رأوا القطعة، فهموا فورا أنها ليست شيئا يباع أو يهدى أو يتداول، ومع ذلك لم يعترضوا ولم يسألوا ولم يغادروا المكان. هذا النوع من الصمت ليس صدفة، هذا الصمت كان جزءا من ثمن الدخول.
فمن يدخل عالم إبستين الحقيقي كان يعرف أن عليه أن يغض الطرف عن الأشياء التي لا ينبغي أن تكون موجودة، وأن يتقبل وجود رموز لا يجرؤ أحد على طرح سؤال واحد حولها. ولذلك كانت الصورة أخطر من كل الوثائق الأخرى، لأنها لم تظهر قطعة قماش، بل أظهرت صمتا جماعيا لطبقة كاملة كانت تعرف وتدرك ثم تختار ألا ترى. لهذا السبب أسقطت الصورة من الملفات، ليس لحماية الدين ولا لحماية مشاعر أحد، بل لحماية أولئك الذين كان مجرد ظهور أسمائهم إلى جانب هذه القطعة كافيا ليفتح أبوابا سوداء لا يريد أحد أن تفتح. إن القطعة التي ظهرت في غرفة إبستين لم تكن شاهدا على سرقة، بل شاهدا على شبكة بشرية كانت تعتبر السكوت هو ثمن الامتيازات وثمن البقاء بالقرب من رجل لم يكن يبحث عن الجمال بل عن السيطرة. حين اختفت تلك الصورة من الملفات لم يكن ذلك حدثا معزولا، كان أشبه بإشارة صغيرة في بحر كبير من الأشياء التي لم تنشر أصلا. فالناس تتحدث عن الوثائق التي ظهرت، لكن أحدا لا يريد أن يتحدث عن الوثائق التي لم تظهر، عن المجلدات التي فتحت لدقائق ثم أغلقت، وعن أسماء لم تذكر، وعن رسائل لم تفك، وعن محادثات اختفت فجأة من النسخ الرسمية. كل من عمل قريبا من هذه الملفات يعرف أن القصة الحقيقية ليست في الأوراق التي سربت، بل في الأوراق التي لم يجرؤ أحد على نشرها. ملفات كاملة وصفت بأنها غير قابلة للإفراج، لأن مجرد وجودها يربك خرائط تحالفات ويزعزع شبكات نفوذ عمرها عقود، ويحرج مؤسسات كانت تتظاهر بأنها لا تعلم شيئا. هناك وثائق لم تحجب لحماية الضحايا، بل لحماية أشخاص كانوا قادرين على تغيير مجرى التحقيق بكلمة واحدة. أقول لك شيئا بوضوح: في الأيام الأولى بعد سقوط شبكة إبستين ظهرت مؤشرات على أن هناك وثائق أكثر خطورة بكثير من تلك التي عرفها الناس. ملفات تتعلق بطريقة اختيار الفتيات اللواتي استدرجن لاحقا، لكن دون تفاصيل، وسجلات لأسماء لا أحد يريد أن تقرأ على الملأ، ومراسلات تكشف كيف كان المال يستخدم لشراء الصمت، وكيف كانت العلاقات العامة تصاغ لحماية سمعة أشخاص يفترض أنهم فوق الشبهات. هذه الملفات لم تخفى لأنها حساسة فحسب، بل لأنها قادرة على أن تقلب مسار القضية نحو أماكن لا تريد جهات كثيرة أن تفتح أبوابها. الأمر لم يكن مجرد فضيحة رجل واحد، بل منظومة كاملة كانت تعمل على مدى سنوات طويلة. ومنظومة بهذا الحجم لا تسقط دون أن تجر وراءها ملفات تطوى بسرعة، وصفحات تسحب بهدوء، وشهود يعاد توجيههم، وحقائق تعاد صياغتها بحيث تبدو أقل فوضوية مما هي عليه في الواقع. ربما لن نعرف يوما كل ما جرى بين تلك الملفات، لكن الشيء المؤكد هو أن ما كشف كان مجرد غطاء رقيق فوق قصة أعمق بكثير، وأن ما أخفي لأنه يجر خلفه عالما لا يزال كثيرون يخشون النظر إليه مباشرة.